بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على موضوع ميجا بلس، العرض اللي هو خاص بشركة تي داتا. ميجا بلس أحدث العروض الخاصة بيه. هو في لخبطة شوية ما بين الناس عليه. نخش في الموضوع بسرعة. بص، هو في 5 اختيارات لينا. أول اختيار اللي هو 1 ميجا بلس 1024 كيلو بايت. دي السرعة بتاعته والكوتا بتاعته أو المساحة مخصصة ليك إن أنت تعمل بيها داونلود هي 100 جيجا. طبعا مش داونلود بس حاجات، يعني داونلود من النت لأ، ده يعني أي ستريم بقى، فيديو، صورة موجودة، كل الحاجات دي بتخش في نطاق اللي لها داونلود. تمام. فيديو مثلا شغلته عن طريق الفيسبوك من غير ما تعمله داونلود، يوتيوب، كل ده داخل في نطاق الداونلود. تمام. ودي ب100 جنيه. تاني حاجة 16 ميجا، سرعة 16 ميجا. طبعا هي مش السرعة هتكون دايما 16 ميجا، هي up to 16 ميجا، يعني ممكن تكون 8 7 5 whatever، المهم انها هتعلى معاك ممكن لغاية 16 ميجا. تمام. ودي برضك مساحة الداونلود الخاصة بيك متاحة ليك 100 ميجا مع خاصية شاهد بلس، موقع شاهد بلس، ودي ب160 جنيه. تالت اختيار عندنا نفس الحكاية up to، أو السرعة هتوصل معاك لغاية 16 ميجا، ودي مساحة الكود أو مساحة الداونلود المخصصة ليك 200 ميجا، 200 جيجا سوري، ودي 260. نفس الحكاية التالتة، الرابعة والخامسة نفس الحكاية، ولكن الفرق مساحة الداونلود الخاصة بيك 300 هنا وهنا 400 وهنا 500. دي ب360 ودي ب500 في الشهر. تمام. الفكرة بقى ان انت مثلا لو نيجي هنا التفاصيل بتاعتها بالظبط مشروحة على الموقع. لو خلصت مثلا ال1 ميجا او ال100 جيجا سوري، 100 جيجا ديت المخصصة ليك، لو خلصتهم السرعة هتنزل لكام؟ هتنزل ل512 كتصفح. طب لو حبيت ان انت ترجعها تاني او تشتري كوتا تاني او تشتري مساحة داونلود، لان المساحة الخاصة بيك او المتاحة ليك ال100 جيجا خلصت خلاص، هت هتنزل هنا تحت الجيجا هتكون ب10. اتصل بالشركة بالدعم الفني بتاعهم وتقول لهم ان انا عايز ازود كوتا 1 جيجا، فيضيفوا لك على الفاتورة 10 جنيه او 5 25 او 15 ب60. تمام. نرجع تاني. طب لو ال100 ميجا، لو 100 جيجا المساحة الخاصة بيك 100 جيجا دي خلصت، هتنزل مساحة الداونلود بتاعتك ل1 ميجا. طب انت كده هتعرف تعمل داونلود بعد ما يخلصوا؟ لا طبعا. هتيجي هنا وتشتري 1 جيجا او تضيف كوتا زيادة او مساحة زيادة، يا اما من 1 لغاية 25. طبعا السعر يعني من 10 هي 75 جنيه. تمام. نفس الحكاية لو عندك مساحة 200 جيجا او 300 جيجا او 500 جيجا. تمام. دي حجم السرعات اللي هتنزل لو الكوتا عندك خلصت. تمام. يعني هنا 100 جيجا هتنزل 1 ميجا، سوري 16، مش هيبقى فيه اب تو 16، هي السرعه هتبقى ثابته على 1 ميجا. هنا مش هيبقى فيه اب تو 16 بردك، ولكن المساحه هتنزل على 2 او 4 او 4 بردك في الحالتين دول. تمام. ال1 ميجا الثابته ديت الكوتا بتاعتها ال100 جيجا، ملهاش اي حاجات فري زي شاهد بلس. بالنسبه للحتت اللي هي اب تو 16 اللي هي بتبتدي من سعرها من 160 لغايه 500 جنيه. تمام. في حاجه تانية. طب هنا برضك شارحها في الموقع كويسه بصراحه، يعني معدل الاستهلاك بالنسبه يعني انت لو 100 جيجا او 200 او 300 او 400 او 500، هنا بيوري لك ازاي بالظبط. يعني لو حجم الفيلم نفسه في افريج او في متوسط 700 ميجا، تمام، فتقدر تحمل قد ايه في خلال الشهر. تمام. مثلا هنحمل كام؟ هتحمل 28 فيلم مثلا في خلال الشهر، يعني هيعملوا حوالي 19 جيجا. تمام. يعني هيعملوا حوالي كام؟ 19 جيجا. طب هنزل اغاني قد ايه؟ مثلا 1620، يبقى ضيف هيبقوا حوالي كام؟ 24 جيجا. ده بيوضح لك ان انت يعني متوسط الحاجات اللي انت بتعملها قد ايه. انت راجل مثلا مالكش لا في تحميل الاغاني ولا في تحميل الافلام نهائي. تمام. بس حابب جدا
اونلاين جيمنج، اللعب عن طريق الانترنت. هتعرف منين بقى هتستهلك قد ايه؟ تمام. لو 140 مثلا، يعني لو ليك 140 بتلعب 140 لعبة في خلال الشهر، في خلال الشهر، تمام، 155 او 140 ماشي، 145 لعبة اونلاين في خلال الشهر، كده انت هتستهلك قد ايه؟ 4 جيجا و7 من 10. وهكذا برضك، يعني انت لو شوف اعتمادك الكلي على ايه، هتقدر تعرف انهي باقة بالظبط انت تقدر تشترك عليه. تبعت ايميلات مثلا، فلو بتبعت ايميلات 3391 مثلا في الشهر تبعتهم او تستقبلهم، انت هتستهلك قد ايه؟ 3 جيجا و3 من 10. طب انت لو راجل مالكش في الحاجات دي خالص وبس براوزنج، يعني مجرد بس براوزنج الويب سايت في خلال الشهر، تقدر تصفح في قد ايه؟ حوالي قد ايه؟ كام موقع؟ مثلا لو قلنا 4860، قد ايه؟ 50 جيجا من الباقة بتاعتك. هو ده يعني نوعا ما بيوضح قد ايه انت استهلاكك او اعتمادك على الانترنت. بتحمل افلام، بتحمل صور، تلعب اونلاين، تنزل ابلكيشن. فهي الحاجات دي بتفيدك جدا ان انت بتعرف انهي باقة بالظبط هتشترك عليها. هل هي الواحد ميجا ب 100 جيجا كوتا بتاعتك، مساحة الداونلود اللي انت هتحملها من النت، ولا حابب ان السرعة تكون زايدة شوية معاك ونفس نفس الباقة اللي هي 100 جيجا، تمام، ولا 200 جيجا، على حسب. يعني تخش على الرابط ده، تمام، وبتعرف بالظبط الافريج بتاعك قد ايه، او المتوسط بتاعك لاستهلاكك قد ايه في خلال الشهر، تمام، بحيث ان انت تعرف هتستهلك قد ايه. هل 100 جيجا؟ هل اكتر؟ لو اكتر يبقى خش على باقة اكتر احسن لك، بحيث ان انت ايه، يعني ما تفضلش تشتري كوتا زيادة في خلال الشهر وتضيف عليها ب60 او ب70 او whatever ايه. تمام. طبعا ميجا بلس غير طلقة حاجة، وميجا بلس حاجة، الاتنين متشابهين شوية، لكن انا حبيت ان انا اركز على ميجا بلس، بحيث لو حد حابب ان هو يشترك فيها يبقى كده تكون العملية وضحت بالنسبة له. تمام، شكرا.